لو عليك ديون فأنت مش حر، أنت بتشتغل عشان حد تاني. أهلا وسهلا بيكم، معاكم نهلة فؤاد، وأنت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أهم قاعدة في كتاب أغنى رجل في بابل، وهي ادفع لنفسك أولا. لكن في سؤال مهم جدا، طيب لو أنا أصلا غرقان ديون أدفع لنفسي إزاي وأنا مديون للبنك أو لصحابي؟ النهاردة بقى هنتكلم عن أخطر جزء في الكتاب، وهي خطة بابل للتخلص من الديون. جاهزين؟ يلا بينا. مشكلة الديون على فكرة مش في الفلوس. الكتاب بيحكي لنا عن راجل اسمه دباسير، كان تاجر إبل، لكنه غرق في الديون فهرب من بلده بسبب العار، ووصل لمرحلة إنه اشتغل عبد. لكن اللحظة الفارقة كانت لما سأل نفسه، هل أنا عبد للديون ولا أقدر أستعيد كرامتي؟ وهنا بدأ بالتغيير، بدأ يستخدم خطة بابل الذكية جدا للتخلص من الديون. والخطة كانت بسيطة جدا لكنها عبقرية. دباسير قرر يقسم أي دخل يجيله كالتالي: 10% لنفسه ادخار، و70% لمصاريفه الأساسية، و20% لسداد الدين. لاحظ حاجة مهمة، هو ما وقفش ادخار عشان عليه ديون، لأن بناء الثروة حتى لو صغيرة بيديك إحساس قوة مش إحساس عجز. طب ليه الخطة دي بتنجح؟ لأنها بتخليك تتحكم في الفلوس بدل ما هي تتحكم فيك، وبتدي للدائنين التزام واضح ومنظم. كمان بتعدلك احترامك لنفسك. الديون مش بس أرقام، الديون ضغط نفسي، خوف، وإحساس تقيل جواك. وأول ما يبقى عندك خطة واضحة القلق بيقل. هديك خطة تمشي عليها لو عليك ديون. اعمل الآتي: اكتب كل ديونك في ورقة، وحدد نسبة ثابتة شهريا للسداد، والتزم بالخطة مهما كانت الظروف. مش مهم السرعة، المهم الاستمرار. نصيحة ليك في الحلقة دي، لو عليك دين دلوقتي ما تحسش بالذنب، كلنا غلطنا قبل كده، لكن الفرق بين شخص غرقان وشخص هيطلع هو القرار. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن ازاي تخلي فلوسك تشتغل عنك بدل ما تفضل طول عمرك بتشتغل عشانها. لو الحلقة دي فادتك اعمل لايك واشترك في القناة، واكتب لي في تعليق أنا هبدأ الخطة من النهاردة، وخلينا نكمل رحلتنا مع بعض. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة، ودايما معاكم كل تلات وجمعة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. وأشوفكم الحلقة الجاية.